مرحبا بكم جميعا. طبعا انتهت مباراة المغرب وفرنسا بتأهل فرنسا إلى المباراة النهائية. حسرة وحزن وأسى لدى أنصار المنتخب المغربي، ولكن هناك أيضا سعادة وفرح بالوصول إلى الدور نصف النهائي في إنجاز غير مسبوق لفريق إفريقي وعربي، كما يحلو للبعض أن يردد، في إنجاز مسبوق أيضا للمنتخب المغربي الذي كان أقصى ما وصل إليه في كأس العالم هو الدور ثمن النهائي في 86 قبل 36 سنة، وكاد بقليل من الحظ والتركيز وتفادي الأخطاء ربما جر ألمانيا إلى شوطين إضافيين أو ربما ركلات ترجيح، كما حدث بالنسبة لألمانيا مع المكسيك في الدور ربع النهائي، وألمانيا أخرجت المكسيك صاحبة الأرض والجمهور بركلات الترجيح. طبعا اليوم نتحدث عن خروج المنتخب المغربي بعد الهزيمة بهدفين نظيفين، وغداة المباراة بأعصاب هادئة لا زال الحديث حول احتمال وجود ضربتي جزاء لم تحتسبها للمنتخب المغربي. كثير من المنابر تحدثت عن هذا الموضوع، الكثير من الفيديوهات، هناك من تحدث عن مؤامرة الفيفا، هناك من تحدث على أن هناك أشياء خفية حصلت، وهذه أمور طبعا دائما حينما تكون مثل هذه الحالات ما تخرج مثل هذه الشائعات وهذه الأخبار، لا أقول لتشوش على بطولة كأس العالم، ولكن لتستغل خيبة الأمل التي كانت لدى أنصار المنتخب المغربي لتحاول أن تتحدث عن مواضيع. اليوم التساؤل الكبير والذي لاحظته ليس فقط في المنابر الإعلامية ولا حتى على شاشات التلفزيون أو في الإذاعات أو في الصحف أو في مواقع التواصل الاجتماعي، لماذا لم يطلب حكم المباراة من الفار أن يعطيه إعادة للقطة ضربة جزاء، خاصة تلك التي يقال بأن إرنانديز عرقل فيها المهاجم بوفال. هناك من يقول لماذا لم يتدخل الفار لتنبيه الحكم على أن هناك ضربة جزاء. اليوم لماذا أنا أقوم بهذا الفيديو؟ هذا الفيديو توضيحي لتنوير الرأي العام، لتنوير الجمهور الرياضي بكيفية اشتغال تقنية الفار. يبدو لي أننا منذ روسيا حتى الآن لم نجتهد، لم نتطور، لم نفهم كيف تشتغل هذه الآلية. هذه الآلية وضعت لتسهيل المهام على حكم المباراة، ووضعت هذه التقنية، تقنية الفار الفيديو، لإنصاف المنتخبات ولتحقيق لا أقول عدالة شاملة ولكن عدالة نسبية في المباريات، خاصة حينما تكون الكرة قد اجتازت خط المرمى أو تكون الكرة بكامل محيطها خارج الملعب، وأحيانا الحكم لا يراها أو مساعد الحكم لا يراها، كما حدث بالطبع في كأس العالم 2002 قبل 20 سنة في كوريا واليابان، مباراة كوريا وإسبانيا، تمريرة منديتا ورأسية مورينتس لاعب ريال مدريد آنذاك، وكانت الكرة في مرمى كوريا، والحكم الغندور حينما رأى بأن المساعد رفع الراية بأن هناك كرة قد اجتازت خط المرمى كان قد ألغى الهدف، وكان قد تعرضت إسبانيا لظلم تحكيمي رهيب في تلك المباراة. وكان آنذاك الحديث على أن الفيفا كانت تريد أن يصل أحد البلدين المنظمين إلى أبعد نقطة ممكنة، وكان الحال أن كوريا وصلت الدور نصف النهائي. الفار وتقنية الفار تستعمل لتحديد هل اللاعب متسلل أم لا. أحيانا يحسم أمر التسلل بسنتيمتر، حتى أن هناك البعض قد يقول ليس فيه عدالة، قد يكون لاعب لديه حذاء برقم 42 وهناك حذاء ب45، أن الذي لديه حذاء أطول سيظهر، أو الذي أنفه أطول في صراع سيكون الأنف إنها أبعد نقطة في الجسد هي التي نأخذها، أو أول نقطة بالنسبة للاعب. إذا الفار جاء ليصحح الظلم الذي كانت قد تعرضت له أندية أو منتخبات. لكن حينما يتعلق الأمر بضربة جزاء، نذكر أولا أن احتساب ضربة الجزاء هي سلطة تقديرية لحكم المباراة. يترك لحكم المباراة أن يقرر هل رأى ضربة جزاء أم لم يرى ضربة جزاء، خاصة في الحالة التي تشبه الحالة التي نتحدث عنها،
حالة تيو إرنانديز وسفيان بوفال. في هذه الحالة حينما يقرر حكم المباراة ضربة جزاء، حكم الفار الذي لديه تقنية الفار، لديه الفيديو، يشاهد الإعادات من زوايا مختلفة. إذا كان متفقا مع حكم المباراة فإنه سيؤيده. إذا لم يكن متفق سيطلب من حكم المباراة أن يذهب إلى شاشة التلفزيون التي توجد في الملعب ويشاهد اللقطة من مختلف الزوايا. إذا كان حكم الفار لديه شك في أن حكم الساحة لم يتخذ القرار الصائب فإنه يقول له: أنا لدي شكوك، تعال وساعدني لكي نخرج بقرار موحد. ثم يذهب ويشاهد. أولا يجب أن نوضح شيء هام. الكثير لا زالوا يعتقدون بأن، ومن بينهم لاعبين ومدربين، أن بإمكانهم أن يطلبوا من حكم المباراة أن يذهب إلى الفار. هذا أمر ممنوع، وحكم المباراة ممكن أن يشهر بطاقة صفراء، وإذا تكرر ممكن أن يشهر بطاقة حمراء، وإذا كان اللاعب كان قد تلقى إنذار فإنه يشهر له الإنذار الثاني الذي يساوي طرد. ليس من حق اللاعب ولا من حق المدرب ولا من حق الإداري ولا من حق أي المرافقين الموجودين على دكة البدلاء أن يطلبوا من حكم المباراة أو من مساعده أن يذهب لرؤية الفار أو يطلب أن يشاهد الفار. الذي يطلب من حكم المباراة أن يذهب إلى الشاشة ليشاهدها ويعيدها ويتأكد منها هو حكم الفار، حينما يكون لديه رأي مخالف أو حينما يكون لديه شك بأن هناك شيئا ما في هذه اللقطة. إذا ماذا حدث في ضربتي جزاء التي يطالب بها المنتخب المغربي أنها كانتا حقيقيتين في المباراة؟ ماذا حدث؟ أن حكم المباراة، حكم الساحة المكسيكي راموس، كانت له سلطة تقديرية ولم يرى أن هذه الحالة تستوجب الإعلان عن ضربة جزاء. لحد الآن الأمور واضحة، الحكم لم يراها أو رأى اللقطة ورأى بأنه لا توجد هناك مخالفة وله داعي لإعلان ضربة الجزاء. لحد الآن الأمور تمضي في الطريق الصحيح، سلطة تقديرية لحكم المباراة. الناس تتساءل: لماذا لم يتدخل الفار؟ السؤال سنعود إليه في الإجابة التي أعطيتكم إياها، أي أن حينما يكون حكم الفار من خلال الإعادات التي كانت لديه والتي لا تكون أمامنا في التلفزيون، يجب أن نفهم هذه النقطة، لديه شاشات يرى فيها أشياء لا نراها نحن. حينما يرى هذه الحالة ويكون رأيه من رأي حكم الساحة فإنه يقول له في السماعة التي في أذنه باتصال لاسلكي بأنك على حق وبإمكانك أن تواصل المباراة. حينما يكون رأي حكم الفار أو رأى شيئا مختلفا عما شاهده حكم الساحة فإنه في هذه الحالة كان عليه أن يطلبه ويقول له: تعال، رأيت شيئا لم تنتبه إليه. في حالة سفيان بوفال مع تيو إرنانديز، في حالة تشواميني مع أملاح، قرار حكم الساحة كان مطابقا لحكم الفار. إذا هنا لا داعي للحديث لماذا لم يتدخل الفار. مرة أخرى أعيد هذه المرة المليون: الفار لا يتدخل إلا في رأي مخالف لقرار حكم الساحة. اليوم نتحدث عن قرار مطابق في الحالتين من حكم الفار وحكم الساحة. هنا يجب أن نفهم من الآن وأن لا نعيد الحديث عن هذا الموضوع. وأنا أستغرب كيف أن الجامعة الملكية المغربية أصدرت بلاغا واعترضت على الفيفا محتجة على عدم استعمال تقنية الفار. أنا أستغرب كيف أن الجامعة لا تعرف آليات اشتغال الفار. آليات اشتغال الفار واضحة، وإذا لم نكن قد فهمناها فهذه مشكلة. يجب أولا أن نكون على دراية بكل الإجراءات الخاصة بالتحكيم،
بكل المستجدات، ولدينا بالطبع الكثير من الحكام ممكن أن يتحدثوا في هذا الموضوع. ثم في هذا البلاغ يتحدثون عن إجراءات ستتخذها الجامعة الملكية المغربية. عن أي إجراءات نتحدث؟ أعطوني مثال فقط. عن أي إجراءات ممكن أن نتحدث؟ نعيد المباراة مثلا؟ نلغي النتيجة؟ نعتبر فرنسا غير مؤهلة للنهائي؟ نفتح الباب للمنتخب المغربي يلعب النهائي؟ أعتقد اليوم أن هذه الاحتجاجات لن تفيد في شيء. المنتخب البرتغالي مباشرة بعد نهاية المباراة، بيبي الذي كان قائدا قبل دخول كريستيانو رونالدو استغرب لماذا كان هناك تعيين لحكم أرجنتيني للمرة الثانية لمباراة المغرب، وخاصة غداة احتجاج ميسي بنبرة حادة على حكم مباراة الأرجنتين في الدور ربع النهائي. دائما الاحتجاجات على حكم المباراة مستمرة، ودائما اللغط يكون فيها. ما يهمني أن اليوم هو أن نفهم القوانين، وما يهمني أكثر أن نبقي على هذه الفرحة المستمرة، فرحة الشعب المغربي بوصول المنتخب المغربي إلى الدور نصف النهائي، وهو على أمل أن يصل إلى انتزاع المركز الثالث يوم السبت القادم أمام كرواتيا. هذا ما يجب أن نحتفظ به. اليوم المباراة انتهت، كل هذه الأمور لا فائدة منها. الفائدة الكبرى هو أن ننتشي بهذا الفوز، أن نحضر لمباراة السبت، أن نبني القواعد السليمة لانطلاق منتخب المغرب في كأس إفريقيا، أن نحضر ل 2023 وإلى نهائيات كأس إفريقيا 24. وليد القريي كان واضحا، وربما هذه من المرات القليلة التي أعجبني فيها، لأنه خرج بفكره من كأس العالم وبدأ التركيز على كأس إفريقيا، حتى أنه رفع تحدي، قال إذا لم أصل إلى الدور الثنائي سأغادر. أنا أعتقد أن اليوم طموحات المغرب أكبر بكثير من أن نلعب فقط الدور نصف النهائي. طموح المغاربة، وأعتقد أنهم لن يكونوا راضين إلا بلقب إفريقي، حتى لا يبقى لقب 76 لقبا يتيما. اليوم في كأس العالم لا يمكن أن تأتي إلى كأس إفريقيا، صحيح بمنظور آخر، بعقلية أخرى، بظروف أخرى، لا يمكن أن نقبل إلا بالوصول إلى النهائي ورفع الكأس. في أمان الله.